ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. طبعا عذرا لبشاعة المنظر ومنظر الطبق المنقرض والفرشة الميتين دول. بس فيديو النهاردة هيكون عن تطويل الضوافر. هنطول ضوافرنا بنقطة زيت او بحتة زيت صغيرة خالص في 7 ايام بس. إيه فمش هطول عليكم، يلا بينا نبدأ مع بعض الفيديو. طيب انا جايبه الطبق ده اهو، وده على فكره ده نقطه زيت زيتون. جايبه فرشه عاديه، يعني دي فرشه قديمه خالص، بس انا جايباها عشان نحاول ان احنا نوزع بيها الزيت على ضوافرنا كلنا بدل ما بنعمل بايدنا وكده. ايه عايزه تعملي بايدك اوكي عادي، بس دي نقطه زيت صغنطوطه جدا. انت هتبقي محتاجه حاجه اقل من كده، بس انا مش هينفع اطلع في الكاميرا حاجه اقل من كده. فطرت انا جبتي. عايزه اقول لكم انا جايبه ضوافري وهي اهي مقصوصه، ضوافري مقصوصه وميته، مش جايباها طويله ولا حاجه عشان ما تفتكروش ان انا جايبه ضوافري طويله ومش عارف. احنا هنعملها مع بعض حرفيا. طيب كل اللي احنا محتاجينه هنبل كده اهو، وهنعمل فيها ضوافرنا عشان بس الكاميرا كده اهو. واحنا الاول بنعمل ان احنا ايه، بنوزعها. بصوا الحته الصغنطوطه احنا هنوزعها بس على ضوافرنا كده. طيب بعد كده انا اهو حطيتهم على ضوافري، انتوا شايفين انا حطاها ازاي على ضوافري. بعد كده هبدأ ان انا اعمل كده اهو. انا بدعك ضوافري كله بيها. دي طريقة كويسة قوي ان انتي تشربي الضوافر كله من الزيت. انتوا حرفيا محتاجين نقطة زيت، سيبكم من ان انا جايبة حتة كبيرة. انتوا شفتوا الحتة اللي احنا اخدناها على طرف الفرشة نفسها كفت معانا ايدنا كلها. هتفضلي ندعك كده في ايدنا، احنا بنحاول نوصل الزيت كله لكل حتة في ضوافرنا. طيب افترضت ان انا حطيت خلاص الزيت وعملت شوية، يعني عملته كده شوية وزعته على ضوافري كلها وجميع الضوافر من الجناب. بعد كده هعمل ايه بقى؟ وبعد كده انا حطيتهم على ضوافري كلهم اهو، حطيتهم كده على ضوافري من هنا. بعد ما قعدتي تدعكيها كويس قوي بالبرش او بالفرشه، هتبداي ان احنا نعمل كده اهو، نعمل كده. بصوا اظن باين ان الضافر كله شرب من الزيت خلاص. بعد كده هتسيبيها من نص ساعة لساعة على ايدك. هنعملها كل يوم لمدة 7 ايام. انا عايزاكي من اول مرة تعملي فيها الوصفة دي تصوري منظر ضوافرك كل يوم. صوري منظر ضوافرك بعد ما تخلصي الموضوع ده، وفي خلال 7 ايام انت هتشوفي الفرق بتاع ضوافرك من نقطة الزيت اللي انت بتعملي بيها كده كل يوم بالليل. اهم حاجة ان احنا نسيبها من نص ساعة لساعة. وبعد ما نخلص ونشرب ضوافرنا كويس قوي نرطب ضوافرنا، عشان الجلد اللي حوالين الضوافر ده بيبقى محتاج ترطيب دايما دايما. بشوفكم في فيديو تاني وجديد. باي باي.